السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أصحابي متابعيني عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي أنتم شايفينه ده اسمه رقاق أو اسمه كماج. الرقاق ده اللي هو مش اللي بنعمل بيه اللحمة وفي العيد وكده، لأ ده رقاق بيتاكل زي العيش الكريب كده، بس ليه طعم وريحة تانية. ده من الريف المصري بتاعنا بقى. دي بقى الحاجات اللي بخيرها. الحاجات دي بتتباع برضو عندنا هنا، بس مش بنفس الطعم ولا بنفس الريحة. بيبقى مخدوم بقى بصراحة في المكان بتاعه. ده بيبقى هو، وفي كمان بكاكيم او هي القرص اللي بيتقال عليها دي، بيتحط معاملة العيش، يعني انت بتحطيه جنب الاكل معاملة العيش بالظبط. كل بيت ريفي هتلاقي فيه الرقاق ده. بيبقى كده بتعمليه كده مثلثات، او يعني تفرديه براحتك، بس بتحطيه في الديب فريزر وتسحبي منه عشان ما تسيبوش بره يبوظ. على حسب استخدامك يعني. هو موجود الحاجات دي على كوبري، اخر كوبري 45، وانتي طالعه على الزراعي، في ناس قاعده بفران كده وبيبيعوها، يعني بيعملوها وبيعملوا فطير، وبيعملوا كل حاجه انتي عايزاها من منتجات الريف المصري. بيعملوها وانتي واقفه وبتاخديها سخنه يعني. فما شاء الله. فهاخدكم بقى معايا في جولة للريف المصري، والمناظر الجميلة الطبيعية اللي انتوا هتشوفوها بقى، الشجر والزرع والخضرة وكمان هتشوفوا معايا الغروب. وزرع الرز والنخل، كل حاجة هتشوفوها دلوقتي. حتى آم، خلاص الحيوانات مثلا مروحة بقى، اللي هي البقر والجاموس والخرفان والحاجات دي، بيبقوا طول النهار في الأراضي الزراعية، وآخر النهار مروحين. فاحنا شفنا بقى اللقطة دي وصورتها لكم. احنا كده لسه يعني طالعين من اسكندرية ورايحين متجهين للبحيرة. هتشوفوا بقى كل حاجة معايا، ويا رب يعجبكم الجولة بتاعتي. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعليق حلو منكم، واقول لكم بقى استمتعوا بالجولة. مع السلامة.